أهلًا بيكم، النهارده هنتكلم على إزاي أقدر أعمل funnel webinar خطوة بخطوة بشرح عملي. هنعرف إزاي نبني صفحة احترافية العملاء يسجلوا فيها بياناتهم، وكمان يتحفزوا لحضور الwebinar أو الpresentation live الخاص بيك. في الأول بس حابب أقول لك يعني في كذا حاجة، الwebinar يا إما webinar live أو webinar مسجّل، بس يُفضّل حتى لو هتعمله مسجّل يبقى أول مرّة اعمله live وبعد كده سجّله وبعد كده ابدأ اطلقه أو هتسوّقه تمام. وفي أنواع تانية من الwebinar، يعني في webinar live اللي هو يوم واحد، وفي webinar بيبقى مثلًا أكتر من يوم، زي مثلًا workshop مثلًا 3 أيام ورشة عمل، أو master class مثلًا يومين، أو ممكن تحدي لمدة أسبوع أو أكتر. فدي كلها بتبقى حاجات live وسواء كانت مجانية أو مدفوعة، بس إحنا النهارده هنتكلم على تصميم الfunnel المجانية أو الwebinar المجاني، لإن المدفوع دوّة بيكون ليه طريقة تانية في التصميم، وبيتعمل له صفحة بيع، وبيتعمل له ربط بمعالج دفع وحاجات زي كده، ولكن إحنا هنبدأ بس بالبسيط اللي هو الwebinar funnel. funnel بسيطة جدًا من صفحتين، الصفحة الأولى صفحة تسجيل وبيكون فيها form، والصفحة التانية صفحة شكر، باشكر فيها العميل على إنه سجّل بياناته، وإنه يحضر إن شاء الله في الميعاد المحدد، باقول له سجّل عندك التاريخ في الكالندر الخاص بيك. وكمان ب ب لو عايز أحفّزه أكتر باحُط له مثلًا جروب تليجرام ينضم ليه علشان أقدر أذكّره كده. هو كده في إيميلات هتوصل له، يعني هنعمل إيميل marketing وautomation بحيث ييجي له رسايل تذكير قبل الميعاد، مثلًا قبلها بيوم أو يومين ييجي له رسالة، وقبلها ب24 ساعة ييجي رسالة مثلًا، يعني ممكن قبلها بيومين، وبعدها قبلها بيوم، وبعديها قبلها بساعة، وممكن أبعت له قبلها ب10 دقايق تمام. وطبعًا كل الإيميلات دي بتكون تذكير وفيها الlink بتاع الحضور. بعد ما بيحضر الwebinar باعمل برضه sequence إيميلات بتبقى خاصة بالمتابعة، يعني مثلًا ممكن أبعت له فيها التسجيل أو الإيميل، أو ممكن أبعت له فيها مثلًا لحجز مكالمة، ممكن أبعت له مثلًا مختصر المحاضرة بتاعة الwebinar أو الpresentation، ممكن أبعت له فيها تحفيز لشراء العرض اللي أنا عرضته في الwebinar تمام. إحنا اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن طريقة عمل يعني تجهيز funnel webinar وأهميتها، والحاجات النظرية كلها اتكلمنا عنها. النهارده هناخد عملي وهنبدأ على طول علشان ما نضيّعش وقت. طيب أولًا الأداة اللي هنستخدمها أداة يعني بعد تجربة كبيرة من أدوات. زمان لمّا كنا بنحتاج نعمل funnels كنا بنحتاج نشترك في أدوات كتير أوي. يعني في الأول كنا محتاجين أداة لبناء الصفحات، وأداة تانية لعمل الإيميل ماركتينج وأداة تالتة للautomation، وأداة رابعة لعمل مثلًا الكالندر، وأداة خامسة مثلًا تعمل integration و ويعني track إنها تتابع لي الإحصائيات اللي حصلت. فأنا هنا باستخدم دلوقتي أداة اللي هي go high level، آآ يعني معروفة بcash process. فيها الصراحة كل حاجة، الأداة دي يعني all in one، فيها كل حاجة ما تخُص المبيعات والتسويق، مش بس هابني عليها funnels وصفحات هبوط وأعمل منها email marketing وautomation والكلام ده كله، لأ ده فيها زي CRM، يعني المحادثات اللي تمِّت عندي سواء على الإيميل أو على السوشيال ميديا أو الحاجات دي كلها بتظهر عندي. وفي عندي الكالندر، في عندي كمان تحت الإيميل list، في كمان عندي يعني ربط بقى بكل أنواع السوشيال ميديا، في كمان ممكن أربطها بمعالج دفع خاص بيّا مثلًا زي stripe أو PayPal. كمان أقدر أستخدم فيها الذكاء الاصطناعي لإنشاء بعض الحاجات. كمان الmarketing فيها أقدر أبعت إيميل market bulk، يعني أقدر أربطها بالسوشيال ميديا بتاعتي، أقدر أصمم من خلالها post، أقدر أعمل منها chat bot يرد على العملاء على السوشيال ميديا. كمان الautomation ده حكاية تانية، ده لو أنا بقى ممكن نعمل حاجات في الautomation، يعني مثلًا عميل اشترى مثلًا بيتبعت له رسالة، طب ما اشتراش بيتبعت له رسالة تانية، حجز مكالمة بيتبعت له رسالة، ما حجزش مكالمة بيتبعت له رسالة تانية. فالautomation دوّة أنت بتضبّطه حسب شغلك كله. وأهم حاجة بقى وفيها طبعًا الmembership اللي هي منطقة الأعضاء اللي تقدر تبني فيها الكورسات بتاعتك، ويكون منطقة محمية يدخل العميل اللي اشترك معاك في الcourse
يشوف الcourse بالuser name والpassword الخاص بيه هو، ما حدش يقدر يدخل تاني منطقة الأعضاء، غير طبعًا لمّا تحطه على تليجرام والّا يوتيوب أو حاجة بيبقى مُعرّض للتنزيل والshare والكلام ده كله. تمام، إحنا دلوقتي هندخل علشان ما أطوّلش عليكم، طبعًا هي فيها مميزات كتير جدًا، وأهم ما في الأداة فيها كورس شرح الأداة باللغة العربية، فيها مركز دعم باللغة العربية يعني الصراحة ناس رائعين جدًا، الدعم بتاعها يعني لو دخلنا عليه هتلاقي شارح كل حاجة بالصور، وكمان مش بس كده، ده في تقدر تراسلهم عن طريق التليجرام، في أي وقت هيرُد عليك بأي استفسار أنت واقف قدّامه. تمام؟ طيب خلّينا على طول نبدأ، هندخل على الsite دي من خلالها باقدر أعمل كذا حاجة بقى، باقدر أعمل من خلالها الfunnels كلّها بأنواعها، باقدر أعمل منها website أقدر أبني منها الموقع الإلكتروني الخاص بيّا. تمام، وهتلاقي فيه سواء في الfunnels أو الwebinars في template جاهزة أو أنت تبنيه على ذوقك. في كمان تقدر تبني متجر، تقدر تعمل webinars منها، بس إحنا مش بنستخدمها بالطريقة ديّة، هنستخدمها يعني بالطريقة الأسهل. كمان فيها تحليلات، فيها تقدر تعمل مدونة blogs تحط فيها مقالات، تقدر تربطها بالwordpress لإن عندك server مش محتاج تشتري استضافة خارجية، عندك كمان يعني media storage هنا media تقدر تحط فيها كل ما يخص شغلك، form تقدر تعمل survey تقدر تعمل quiz تقدر تعمل chat. الحاجات دي كلّها أساسًا أنت لو هتشترك في كل أداة من دي لوحدها بتحتاج مبلغ شهري كبير جدًا، الصراحة الأداة جمعت لك كل حاجة. طيب خلّينا على طول نكمّل ونقول إحنا دلوقتي هنشرح الfunnel. طيب أنا هاورّيكم funnel، الfunnel دي أنا كنت عاملها الwebinar بتاعي الأخير. تمام، إحنا هنعمل زيّها، يعني هنعمل حاجة شبيهة ليها بس من الصفر يعني، وخطوة بخطوة علشان تطلع حاجة بنفس المستوى دوّة. تمام، دي كده الfunnel. لإن إحنا مش لازم نحط الخطوات دي كلّها، يعني أنا حاطط حاجات كتير جدًا، ولكن أنت أهم حاجة من أساسيات funnel الwebinar أهم حاجة العنوان اللي هو زي كده، يكون جاذب ويكون بيخاطب عميلك المثالي. تمام، ويكون يعني موجهة الwebinar للشخص، يعني أنا هنا باقول لو أنت كنت من المدربين أو أصحاب الكورسات أو أصحاب الاستشارات، يعني أنت لو طبيب أو صاحب شركة عقارات فأنت مش مناسب ليك الwebinar، فأنا كده باعمل filter للناس اللي هتحضر معايا. كمان هنا أنا لمّا باجي أدوس على أي زرار بيطلع لي الform يقدر يمليه على طول يملاه، أو يا إما أنا حتى لمّا آجي أغادر الصفحة بيطلع لي form، وهنعرف إزاي نعمل كل الكلام ده كله. فإحنا أهم حاجة نعملها العنوان يكون جيد جدًا، عندنا form يكون جيد جدًا، والزر طبعًا بتاع التسجيل، توقيت كده بينزل بعدد تنازلي، بس هو هنا مختفي علشان الوقت انتهى أساسًا. تمام، ولكن لمّا بيكون الوقت شغال بيكون ظاهر، وممكن بتكتب بقى البيانات بتاعة اليوم، هيوافق يوم كذا بتاريخ كذا والساعة كذا، فلازم أكون مضبّط كل دوّة. طيب خلّينا نرجع تاني على الأداة، ونبدأ نبني الfunnel خطوة بخطوة. دلوقتي هنبدأ نعمل خطوات عملية، نصمم أول صفحة، صفحة تسجيل البيانات. تمام، هنقول له new funnel. هنا بيقول لي أنت عايز funnel يعني template تعدّل فيه، والّا عايز funnel نعملها لك بالذكاء الاصطناعي، والّا عايزها فاضية وأنت تبنيها؟ أنا هاقول له فاضية، هاسميها مثلًا أي حاجة test مثلًا، وبعد كده أقول له create. تمام، وبيقول لي ابني الخطوة الأولى في الfunnel، الصفحة الأولى. تمام، هاقول له مثلًا صفحة opt-ins، وأقول له create. هنا هاقول له edit، هو بيحمّل دلوقتي، هيبدأ يفتح لي الصفحة blank خالص فاضية، بيقول لي أنت عايز تبدأ أول حاجة إيه؟ هاقول له طب خلّينا نعرف حاجة الأول، هنا الصفحة بتتكوّن من حاجة أساسية، يا إما يعني بتتكوّن من حاجتين، صفوف وأعمدة. تمام، ده كده اسمه صف.
الصف دوّة ممكن يكون فيه حاجة واحدة بس مثلًا زي نص، ممكن يكون زي كده مثلًا صف تاني أهو اللي هو الأسود دوّة الخلفية السودا وفيها عمودين، العمود الأول اللي على الشمال مثلًا فيه صورة، العمود التاني مثلًا فيه headline تحته كتابة، تحته صورة، تحته زرار. فأنت بتضبّطه حسب كده، بس أهم حاجة بتحط الصف وبعد كده تبني الأعمدة فيه زي ما أنت عايز، تمام. طيب إحنا أول حاجة عايزين نعمل الصف الأزرق دوّة اللي هو فوق الصفحة ونكتب جواه السطر دوّة. طيب هنروح كده هنعمل أول صف هنقول له وصول، هنقول له خلّيه جواه column واحد، هنقول له خلّيه جواه sub headline، تمام. طيب إحنا عايزين نخلّي الخلفية زرقا زي التاني، هنعمل إيه؟ هنيجي هنا عند اللون، هو اللون الطبيعي شفاف، إحنا هنخلّيه مثلًا أزرق، تمام. طيب عايزين نصغّره شوية زي التاني كده، نعمل إيه؟ ندخل مثلًا على style، هنقول له هنا فوق نصغّر منه شوية، ونيجي تحت مثلًا هنيجي هنا نصغّر منه شوية زي ما إحنا عايزين كده، مثلًا نخلّيه كده. طيب في إيه هنا تاني بعد كده؟ في هنا السطر دوّة عايزين نكتبه، هناخده copy وآجي هنا مثلًا أقول له paste. إمم. طيب إحنا طبعًا هنخلّيه على القد بالضبط، هنبدأ نضبّط لحد ما نخلّيه أهو في نُص طيب إحنا عايزين نخلّي الخط ده للأبيض، هنغيّر اللون منين؟ ممكن نخلّيه أهو اللون من هنا، هنخلّيه أبيض، تمام. طيب تعالَ نشوف هنا برضه نوع الخط ده نوع تاني خالص، طيب خلّينا نغيّر نوع الخط، هيبقى من هنا، أهو خلّيناه كده زي التاني وندوس save أو هو بيعمل save automatic يعني، تمام. طيب عايزين نصغّر الخط شوية أو ممكن نخلّيه كده يعني. طيب هنيجي بعد كده هنا عايزين نبني عمود تاني أو صف تاني، هنقوله هنا كده. طيب تعالَ نشوف هنا الصف التاني عامل إزاي، خلفية سودا وهنضيف جواه حاجات، هنقول له خلفية سودا أهو. طيب تعالَ نشوف جواها كام صف وكام عمود، فيها أولًا عمودين، تعالَ نختار عمودين أهو، هاقول له 2 column، تمام. طيب إحنا عايزين نحط الصورة على الشمال والكتابة على اليمين، أول حاجة دي هنحط الصورة لأنها حاجة واحدة بس، هنختار image، تمام. طب عايزين نختار صورة، نختار كده من ندخل جوّه نجيبها. طيب إحنا هناخد بدل ما نحمّل الصورة وتاخد مننا وقت، هنروح على الfunnel الأساسية، هاخد الlink بتاع الصورة نفسها بالطريقة دي كده، وأروح على الfunnel اللي إحنا بنبنيها، هاحط الlink هنا، خلاص الصورة بقت موجودة. طيب الناحية التانية تعالَ نشوف كده فيها كام يعني فيها كام سَطر، العمود نفسه داخله كام حاجة. طيب أول حاجة فيها عنوان headline وبعد كده فيها headline تاني وبعد كده فيها كلام، وبعد كده فيها كلام تاني، وبعد كده صورة، وبعد كده زر. طيب خلّينا ناخدهم حاجة، حاجة، ناخدها مثلًا copy ونشوف ده الخط ده نوعه إيه، هناخد هنروح نحطه هنا، هنقول له أول حاجة headline، هنقول له
في الكلام بتاعنا. طب عايزين نغيّر اللون، أهو، هنقول له اللون الأبيض. هو تقريبًا كان باللون كام، الأبيض والّا الأزرق؟ كان بالأزرق. ونغيّر اللون تاني، هنقول له اللون الأزرق. طيب تعالَ نشوف هو كان أنهي خط أساسًا، تعالوا كده نشوف الأساسي، الخط دوّة اسمه إيه، أهو ده اسمه CH اللي هو الشانجو ده. طيب نجرّب ده، هو ده، تمام. بعد كده هنضيف الخط التاني، أنا حاسس دوّة أصغر شوية من التاني، فهنخلّيه مثلًا خلّيه 25 أو 27. تمام. هاجي هنا أقول له مثلًا اعمل لي واحد تاني، هنشوف هنا كان في إيه، كان في headline كبير، هنقول له headline برضه. طيب تعالَ ناخد copy الكلام التاني. أنت لمّا تيجي تعمل funnel ما تاخدش طبعًا copy paste، إحنا بس علشان قدّامنا حاجة نعمل زيّها دلوقتي، ولكن أنت لازم تكون حاطط تصوُّر في دماغك، وحاطط تصوُّر للألوان، ومجهّز الcopy اللي هيتكتب علشان تجهّز الكلام ده كلّه، لكن ما ينفعش تاخد حاجة copy paste حتى لو واحد بيبيع نفس الحاجة بتاعتك. الخط كان أبيض، تعالَ نشوف كان نوعه إيه. آه، ناخد بعد كده column تالت جديد هنقول له sub headline، حط لي هنا، هاحط الكلام بتاعي فيه. نختار اللون الأبيض. تعال نشوف هو كان أنهي لون، كان تمام، ناخد الخط التاني دوّة، اللي هو نفس الخط في الأول. كده نشوف، تمام. طيب خلّينا بعد كده في برضه sub headline أصغر شوية، خط أبيض، نفس نوع الخط، نصغّر شوية الخط. ممكن نكبّرها حاجة بسيطة، بس إحنا كده عملنا الheadline وبعد كده حطينا العنوان والsub headline والنص التاني. تعالَ نشوف كده، بس بعدها في صورة وفي بتاع. طب هنا في حاجة، طيب خلّينا نلاحظ هنا في حاجة، لو شايفين اللون الأسود هنا بتاع الصورة، الخلفية بتاع الصورة غير اللون الأسود اللي هو الخلفية بتاع الصفحة نفسها. طب إحنا عايزين نجيب نفس درجة اللون اللي هو بتاع الصورة،
عشان ما حدش يحس بفرق. طب نعمل إيه؟ طيب هناخد درجة اللون بتاع الصورة ونحطه في الخلفية. طب إزاي؟ في هنا extension في Google Chrome تقدر تنزّلها تلقط لك درجة اللون. هنعمل كده، هو جاب لي درجة اللون أهو، هاخدها copy. طيب بعد كده أروح درجة الخلفية نفسها بتاع الصورة، وأتأكد إن أنا واقف على الخلفية نفسها، أروح اللون بتاعها وأقول له add، أحط هنا اللون وأقول له save. كده غيّرها لِك طلعت كلّها زيّها. تعالي كده نشوف، بُص كده كلّه بقى إيه، نفس الخلفية بتاعة الصورة، بقت كلّها حاجة واحدة. تمام. طبعًا هو بيسيّف بشكل أوتوماتيك، يعني أنا مش محتاج كل شوية أدوس save save، غير في الآخر خالص بعد ما باخلّص باعمل لها publish. طيب تعالي نشوف الصفحة نفسها بتاعتنا فيها إيه تاني. فيها آآ صورة وفيها زر. طيب خلّينا نشوف هنعمل إزاي الصورة والزر. هنروح هنا في الآخر هنضيف الصورة اللي هو فيها الميعاد بتاع الwebinar، هنقول له image. وجينا هنا نشوف الصورة دي الكود بتاعها إيه وناخده copy بدل ما نفتح جوّه وياخد وقت معانا، فإحنا ناخدها copy على طول ونحطها أهو ظهرت معايا. طيب عايزين بعد كده نصغّرها شوية. طب خلّينا نشوف هنا على الآخر. طيب عايزين نحط الزر بقى، هنقول له button. طيب الزر هنا كان لونه إيه؟ لونه أزرق. طيب هنقول له أزرق. هنروح للون، هنقول له نفس درجة اللون الأزرق. طيب خلّيها، عايزين نلعب بقى في الزر شوية، نكبّره شوية، نصغّره شوية. نروح للstyle أهو، خلّيناها بfull، نصغّره شوية. طب عايزين نبعده شوية عن الصورة. خلّيه كده. عايزين نصغّره من الجناب شوية، ممكن نعمل كده. خلّينا نصغّر الحروف نفسها. أهو صغّرناه. تعالَ الناحية التانية. إحنا عايزين نخلّيها بالضبط يعني، خلّيها كده 10. أنا شايف 10 هتبقى مضبوطة، وهنا خلّيها 10، كده هتبقى مضبوطة. طيب الزر كان فيه كلام، تعالَ نشوف الكلام اللي كان جوّه الزر. انضم لمصر بلس خبراء التدريب وصورة فيديو. الكلام هنا أهو، انضم، واكتب كلام عادي، واحط له صورة فيديو. أخلّي الخط كبير شوية، كان 700 تقريبًا، والخط كان كبير شوية كده أهو. تمام. طب الخط كان نوعه إيه؟ كان الكتابة بالأسود، وفي sub headline مكتوب سلاسل قراءة الحضور عبر الإيميل مباشرةً.
أهو، ناخد copy من الsub headline ونروح نحطه. طيب الكتابة كانت بالأسود، خلّيها اللون أسود. هناخد كمان وهنخلّي الicon أسود تمام. بس كده. طيب كان هنا نوع النص إيه في التاني؟ custom font الشانجو برضه. هنغيّر خط دلوقتي، زرار. كده بقى زي الصفحة الأساسية. طيب خلّينا نروح بعد كده نشوف هنعمل إيه. عايزين بعد كده إحنا عملنا الجزء الأولاني، عملنا الheadline فوق، الشريط، عملنا الخلفية، عملنا كل حاجة. هنبدأ نعمل في الجزء التاني اللي هو دوّة، اللي هو باعرّف الناس مين عميلي، يعني أنا معمول لمين الwebinar دوّة. فأنا هنا باقول له هل هذا الmaster class المباشر مناسب لي لو كنت من المدربين أو أصحاب الكورسات أو الاستشارات أو من يريد عمل ذلك، بحيث لو يعني طبيب شاف الإعلان أو دخل الصفحة فهيشوف إن هو مش مناسب ليه. حد عنده شركة عقارات، حد عنده شركة مقاولات، حد عنده شركة سياحة، لأ مش مناسب ليهم. لأ أنا باخاطب مين هنا، أنا باخاطب المدربين أصحاب الكورسات والاستشارات. فأنت لازم تعمل فلترة برضه، توضّح إن الwebinar دوّة مناسب ليك يا عميلي اللي هو فلان وفلان وفلان. فأنت بتعمل فلترة، بت بتكتب بتخاطب عميلك. طبعًا أنت بتكون عاملها في الإعلان في الأول، ولكن في ناس برضه هيدخلوا بالغلط الصفحة. فأنت لازم توضّح برضه علشان ما حدّش يسجّل معاك وخلاص، وفي الآخر لمّا تحضر الwebinar تلاقي أساسًا أغلبهم مش مهتم باللي أنت بتقوله ولا هيشتري منّك العرض، لإن هو مش عميلك أساسًا. فأنت هنا بتكون مخصّص العرض أساسًا اللي هتبيعه دوّة مناسب لعميلك فقط، والكلام اللي هتقوله في الwebinar أو القيمة اللي هتقدّمها في الwebinar أو الشرح اللي هتقدّمه في الwebinar فهو بيساعد فقط عميلك. علشان كده قُلنا من الأول لازم تحدد عميل مثالي خاص بيك أنت. تمام. شوف أنت تقدر تساعد مين، شوف العميل اللي أنت فاهمه، اللي أنت تقدر فعلًا تقدّم له عرض قوي يوصّله من النقطة A للنقطة B. فهو دي حاجات مهمة جدًا، وإحنا يعني بنتعلّمها مع بعض من خلال اللقاءات بتاعتنا ومن خلال البرنامج الخاص بينا، حاجات كتير يعني. تمام. طيب عايزين نبني الجزء دوّة، هنروح هنا هنقول له section جديد، هنعمل بقى section جديد، هنقول له صغير. هو الخلفية بتاعته هنا هتكون صورة، يعني دي تعالَ نشوف الsection دوّة، نحط له خلفية. تمام. طيب عايزين نطلّعه فوق شوية كده زي الأولاني كده، هنروح على style، هنختار الجزء اللي فوق، هيبدأ يطلع. هاقول لكم بعد كده الزوايا دي ممكن نعملها إزاي، ممكن ننزّله شوية، ممكن نصغّره شوية. تعالَ نشوف هي فيها كام جزء، فيها أدي 1، 2، الأول دي صورة، وبعد كده التاني دوّة كلام headline تاني، بعد كده كلام، بعد كده هنعمل مكان هنحط فيه كلام والعداد. طيب خلّينا نقول الأول نحط صورة، هنقول له column في صورة. طيب تعالَ نشوف الصورة الأصلية، ناخد الكود بتاعها،
طبعًا أنت لمّا تيجي تعمل صفحة حتى لو أنت يعني إحنا اختصار للوقت بس بنقلِّد صفحة، ولكن أنت لمّا تيجي تنشئ لازم تحُط تصوُّر وتحُط في دماغك الرسالة اللي عايز توصّلها للعميل والكلام اللي هتكتبه وكل حاجة، فلازم تحُط تصوُّر الأول لكل حاجة من دُولَة، تمام؟ ممكن تاخُد أفكار من صفحات وتبدأ تعمل يعني كdesign مثلًا وبس تحُط حاجات خاصة بيك أنت يعني، تمام؟ ولمّا هيكون قُدّامك حتى صفحة مش هتكون مفتوحة زي دي كده. طيب إحنا هنعمل إيه بعد كده، نصغّر الصورة بتاعة المثلث ديّة، نخلّيها 100 و وهي كده تقريبًا رجعت زي التاني. بعد كده هنروح الصفحة الأساسية هنشوف فيها إيه تاني عندنا، عندنا بعد كده headline. هنروح نضيف calling، هنقول له headline وهنشوف الكتابة المكتوبة وهنضيف واحد headline تاني، وبعد كده ناخد copy الكلام المكتوب، بعد كده هنروح نحطه هنا paste ونغيّر اللون بتاعه. هو كان اللون بتاعه تقريبًا أزرق، هنغيّر اللون نخلّيه أزرق، وبعد كده نغيّر الخط، نشوف الأول نوع الخط كان إيه. تمام. باعمل بحث باسم الخط لحد ما يظهر معايا نفس الاسم، أهو ظهر، أختاره، خلاص كده بقى زي التاني. طيب بعد كده الheadline التاني هناخده copy، هو مكتوب بالأسود، هناخده كلّه copy، نحطه paste، نختار اللون بتاعه. أنت برضه لازم وأنت بتعمل الصفحات لازم يكون عندك أنت طبعًا قبل ما تعمل الصفحة لازم يكون عندك رؤية وعندك تخطيط للصفحة والرسالة اللي عايز توصّلها والcopy اللي هتكتبه، فكل ده طبعًا لازم تكون مجهّزه، إحنا بس علشان بنتعلّم فإحنا بنصمم صفحة تانية كنا عاملينها قبل كده، تمام، ولكن أنت لمّا تيجي تعمل صفحة جديدة لازم يعني تكون أفكار يعني طالعة منّك أنت. غيّرنا نوع الخط، بعد كده ناخد الsub headline دوّة هنحطه paste على طول هنا في المكان بتاعه. آه. وهناك علشان في واحد فاضي وتحته واحد مليان، فإحنا حطينا في التاني عشان يبقى في مسافة ما بينهم. بعد كده ناخد column عشان نعمل المكان اللي هو فيه العداء، هنضيفه هنا. صغّرناه شوية زي التاني، ونخلّي الخلفية سودا فيه، وهنعمل له حَز لونه أزرق. نروح على style califo
هاروح على اللون، أزوّده شوية. طيب بعد كده هنشوف المربع الأسود فيه إيه، فيه headline وsub headline وبعد كده في عدّاد. ناخده copy الheadline، اللون نُصّه أبيض والباقي أزرق. هنقول له هنا نَص headline، هنختار اللون وبقية اللون نخلّيه باللون الأزرق. تمام، هنعمل headline تاني، هنروح ناخد النَص التاني، نخلّي اللون أبيض، نتأكد برضه. طيب بعد كده هنعمل العدّاد، وإحنا كده أظن يعني عرفنا الصفحة بتتعمل إزاي. خلّينا ناخد العدّاد دوّة. طيب إحنا كده بنكبّر حجمه، نخلّيه bold أكتر، نخلّيه على 700 ونخلّي الوصف بتاع الدقايق والثواني. بعد كده نحتاج نعمل له نضبط التاريخ، يعني هنشوف ميعاد الwebinar بتاعنا إمتى بالضبط، مثلًا يوم 1/9، فأنا باضبّط الميعاد بتاعي على 1/9 بحيث إحنا مثلًا باقي 11 يوم هيبدأ يعمل عَد تنازلي ليوم 1/9، 13 يوم مثلًا عفوًا. طيب إحنا كده يعتبر خلّصنا الأساسيات بتاعة الصفحة الheadline والعنوان والميعاد والزرار بتاع الحجز، وعملنا فلترة علشان نعرّف لمين الmaster class أو مين الwebinar دوّة اللي المفروض يحضره، يعني الwebinar دوّة معمول لمين بالضبط، اللي هو عميلك المثالي أيًا كان، فأنت لازم تعمل فلترة علشان مش أي حد يدخل ويسجل معاك ويحضر معاك الwebinar وهو ما يكونش عميلك ومش هيقدر يستفاد حاجة ولا أنت هتقدر تساعده. تمام، فكده دي الأساسيات، إحنا ممكن نضيف عليها قسم اللي هو التعريف بنفسك زي دوّة كده مثلًا، تعرّفهم مين مُقدِّم الwebinar أو الmaster class أو الworkshop، بتعرّفهم بنفسك، خبراتك، كلمتين عنك، وبتحط برضه زرار، وبعد كده في الآخر برضه بتوجّههم لحجز لتسجيل بيانات علشان يقدر يحجز مكانه في حضور الwebinar. إحنا في جزء تاني هنعمله من العملي، في فيديو تاني منفصل هنعمل فيه الجزء دوّة، اللي هو الform، لإن الform دوّة يعني بياخد وقت وفيه تفاصيل كتيرة، فهنشرحها في فيديو منفصل، وبكده هنكون بعد ما نخلّص ال الform هيكون صفحة التسجيل خلصت، وبعد كده هنعمل صفحة الشكر ممكن في فيديو تالت منفصل، وكده يبقى خلصنا funnel الwebinar بناء الصفحات فيها، وبعد كده ممكن نعمل فيديو تاني فيه إزاي أعمل بقى الautomation والemail marketing الخاص بالfunnel، وكده يبقى عندي funnel كاملة خاصة بحضور webinar live. تمام، أنا كنت سعيد جدًا إن أنا موجود معاكم النهارده، وباشكركم جدًا على المشاهدة، ولو أنت يعني من الناس المهتمة بعمل الwebinar وعمل الsystem بيعي، فإحنا نقدر نساعدك بكذا طريقة. أول حاجة لو أنت حابب أنت تعملها بنفسك مش يعني في أدوات كتير جدًا أنا شرحت لك أغلبها، ولكن أفضل أداة أنا عن نفسي باستخدمها بقى لي سنتين اللي هي cash process ديّة، أنا حاطط لك الlink
في الdescription ممكن تستفاد بخصم كمان 40% من خلال الlink اللي أنا حاططه لك في الdescription. الحاجة التانية كمان تقدر يعني لو أنت حابب إحنا نساعدك ونبني لك الsystem من الألف للياء، لو أنت حد بقى مشغول بشكل كبير جدًا في تطوير الbusiness بتاعك أو تجهيز الcourse أو التدريبات بتاعتك، ومحتاج حد يبني لك system ويعمل لك استراتيجية ويعمل لك plan للإعلانات، فإحنا نقدر نساعدك في الجزئية ديّة. من أول بناء العرض، وبناء اختيار عميلك المثالي، وبناء العرض، وكمان بنجهّز مع بعض الcopy بتاع الصفحات، وبنبني الصفحات بالdesign اللي هنتفق عليه، وكمان بنقدر نعمل لحضرتك الإعلانات كمان اللي هتشتغل على الfunnel، وكمان يعني كل الأمور التقنية برضه بنعملها من داخل ال الخدمة، زي الإيميل marketing، الautomation، الcalendar، كل الحاجات التقنية. ولو عندك كمان كورسات أو خدمات تقدر ترفعها في الmembership بتاعة ال الحساب بتاع cash process، بتقدر من خلالها تعمل كل حاجة تساعدك في البيع والتسويق. كنت سعيد جدًا إن أنا موجود معاكم، وباشكركم جدًا على حُسن استماعكم.